ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايه وجايبه لكم قصه جديده، يا رب تعجبكم. بس قبل ما نبدا القصه، يلا بينا كلنا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ونكتب الصلاه على النبي في التعليقات. وما تنسوش تدعمونا باللايك والشير، واللي انتم تشتركوا في القناه عشان تشجعونا اللي احنا نستمر. اعرفكم على بطلتنا النهارده، واللي اسمها اميره. عندها 21 سنه، من عيله فقيره، وعايشة هي وأخوها هشام اللي عنده 28 سنة بعد وفاة والدها ووالدتها. في يوم كانت راجعة أميرة من الكلية، وكانت مبسوطة وبتضحك. وأول ما دخلت الشقة وشافها أخوها هشام قال: لا، ده احنا بقى لازم نسأل على سبب الابتسامة اللي بقت موجودة كل يوم على وشك دي. ها بقى، قوليلي السر. أميرة بكسوف وتوتر: يعني بصراحة كده أنا لا 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 لا، ده شكله موضوع كبير قوي. طالما توترتي واتكسفتي كده، يبقى انتي بقى تيجي تقعدي جنبي وتحكي لي بالتفصيل في ايه. أميرة بإحراج: يعني هو أنا كنت عاوزة أقولك إنه. مسك هشام إيد أميرة وقعد جنبها وقال: في ايه يا أميرة يا حبيبتي؟ مالك؟ اهدي كده. هو انتي مش على بعضك ليه؟ مش احنا من واحنا عيال صغيرين قبل وفاة بابا وماما واحنا سرنا واحد، وعمر ما حد خبى عن حد حاجة، مش كده يا حبيبتي؟ ايوه صح. امال في ايه بقى؟ أميرة بكسوف: اصلي كده بصراحة في واحد زميلي في الكلية وعاوز يتقدم لي. لا، ده بنتنا كبرت بقى، وفي حاجات كتيرة بتحصل من ورايا. الله بقى احكيلي بالتفصيل في ايه يا حبيبتي، والولد ده عرفتيه من فين؟ أميرة ابتسمت وقالت: بص، هو اسمه طارق، ودي آخر سنة ليه، وخلاص هيتخرج بقى. هو شخص ملتزم جدا ومحترم وكويس قوي، ومن عيلة متوسطة. قوليلي، وإيه كمان يا ست شهرزاد؟ اتعرفتي عليه فين بقى؟ والله هو حاول كتير إنه يتعرف عليا، وأنا طبعا مرضتش أكلمه بسهولة، بس مع محاولاته ولما حسيت إن الموضوع جد بدأت أتكلم معاه عشان أشوفه عاوز إيه. فصرحني إن هو من فترة بيحاول يتكلم معايا عشان يقولي إنه عاوز يتقدم لي. طب هو قالك إنه عاوز يجي ويتقدم ليكي إمتى؟ هو قال لي كده النهاردة واداني رقمه، وأنا قلت له هقول لأخويا وهو هيرد عليك. بس هو ده اللي حصل والله. هشام أخد أميرة في حضنه وقال: كبرتي يا بنوتي، كبرتي وبقى بيجيلك عرسان وهياخدوكي مني. أميرة حضنته وقالت: ما حدش يقدر ياخد بنت من باباها أبدا يا هشام، انت مش أخويا، ده انت أبويا وكل حاجة ليا، كمان صاحبي وصديقي وعيلتي كلها، ربنا يخليك ليا. هشام بعد عنها وقال: امشي بقى يا بت، يلا يا ملزقة، انت لما صدقتي ولا ايه؟ المهم اديني انت رقمه وانا هكلمه وهسأل عليه وهقوله يبقى يشرفنا امتى. قامت أميرة تتنطط من الفرحة وقالت: ياه، هو ده الكلام. روح يا هشام يا ابن ام هشام، ربنا يفرحك زي ما فرحتني كده يا قادر يا كريم. هشام بقرف: مش قلنا بقى نبطل شغل التساؤل ده؟ قلنا ولا ما قلناش؟ وبعدين واضح كده من نطتك جنبي انك فعلا ما كنتيش معجبة بيه. ها يا سوسة، بقى مش معجبة بيه قال. هو انت تعرف عني كده برضو يا اتش ولا ايه؟ بس ما تحاوليش بقى تنكري، ده انتي مفقوسة قوي. وانا اقول البت مالها اليومين دول بقت بتيجي منورة كده وفرحانة. بس بقى انا بحرج والله. بت ايه يا اختي؟ طب روحي يا اميرة، ربنا يصلح حالك. قال بتحرج قال. اميرة ضحكت وقالت: انا هدخل اغير بقى، وما تنساش تسأل عليه على طول. ها ايه يا بت، في ايه؟ هو التقل ما عداش عليكي خالص ولا ايه؟ بس ماشي يا اختي، هسأل عليه قبل ما انزل الشغل. ودخلت أميرة أوضتها ونزل هشام شغله. فبعد مرور أسبوع: منور البيت كله والله يا أستاذ طارق، أنت والحاجة. ده نورك والله يا أستاذ هشام. أنت عارف أكيد أنا جاي ليه؟ عارف، بس مستني أسمع منك ومن الحاجة. ولا يا حاجة؟ بصت صفاء من فوق لتحت على هشام وقالت: والله أنا ما أقدرش أتكلم غير لما أشوف العروسة الأول. طب هو انت حضرتك عمرك شفتي عروسة بتطلع الأول من غير كلام في الموضوع؟ ما تحضرنا يا أستاذ طارق. بص طارق لوالدته وقال:
والله يا والدتي ما تقصدش اللي فهمته يا أستاذ هشام، يعني عاوزة تشوف أميرة عشان يبقى الكلام ما بيننا كلنا يعني وكده. تمام يا سيدي، وأنا هحسن الظن لأني عارف إنكم ناس تعرف في الأصول. عن إذنكم بقى، أنا هروح أنادي على أميرة. وقام هشام وراح أوضة أميرة، اللي أول ما دخل عليها لقاها متوترة جدا لدرجة إنها كانت بتعيط. قرب منها هشام وقعد جنبها على السرير وقال: إيه ده كله بقى يا ست أميرة؟ أختي الجبلة متوترة ليه كل التوتر ده؟ بصراحة أنا مش مصدق إن أخيرا بقى عندك دم. والله أنت رخم يا هشام، وبعدين فعلا الموضوع طلع كبير قوي عليا. أنت متخيل إن في عيلة دلوقتي قاعدين يتكلموا عليا أنا اللي هو أنا يعني؟ إزاي ده؟ الموضوع ده موترني قوي. هشام ضحك وقال: والله هبلة هبلة هبلة، يعني مفيش كلام. بعدين مش هو ده اللي فلقت دماغي بقالك أسبوع عليه وعمالة تقوليلي سألت عليه سألت عليه؟ دلوقتي بقى بقيتي عاملة زي الفار المبلول. يعني أنا ما كنتش متخيلها كده بصراحة. لا يا أختي تخيلي، وفوقي كده لنفسك وحاولي تمسكي أعصابك. وإحنا هنخيب ولا إيه يا بت؟ خليكي أسد كده ومالية مركزك. ها؟ يلا أنا معاك أهو، وأخوكي في ظهرك. والله كل الخوف إنك أنت اللي معايا. يا جزمة قديمة، وأنا اللي بحاول أخفف من توترك ده بدل ما أنت عاملة كده. ده أنت عاملة كأن حد ماسك سلك عريان. يلا هقول إيه؟ يلا بقى ننطلق قبل ما الناس تخلل بره ويطفشوا. ده أنا لما صدقت إن أخلص منك يا شيخة. ياه للدرجة دي بتحبيني يا اتش؟ أوي أوي. يلا يا أختي اطلعي. طلعت أميرة وهشام ودخلوا الأوضة عند صفاء وطارق، اللي أول ما شاف أميرة قد إيه كانت حلوة أوي وبسيطة قام وقف وهو فرحان بيها وقال بإعجاب: بسم الله ما شاء الله. شايفة يا ماما؟ بصت صفاء لأميرة من فوق لتحت بعدم اقتناع وقالت: حلوة. تعالي بقى يا حبيبتي اقعدي جنبي تعالي. هشام بجدية: لا معلش يا حاجة صفاء، أميرة هتقعد جنبي أنا. خلينا قريبين من بعض عشان نتفق ونتشاور، حوار القعدة ده بقى يبقى يجي في وقته. تمام، احنا هندخل في الموضوع على طول. يا ريت. أولا كده من غير رغي كتير، انتوا أكيد عارفين احنا جايين ليه، وانت أكيد سألت يا أستاذ هشام وعرفت اللي أنا ما حلتش غير ابني طارق. أبو سابني وأنا وهو بطولنا، وأنا اللي كنت ليه الأم والأب. أكيد برضو عارف إن حالتنا المادية الحمد لله مستورة، وإن ابني لما جا وقال لي على أختك قلت ماله، أهو نيجي نشوف ونتقدم. هشام باحترام: والله كلام جميل يا حاجة صفاء، وربنا يبارك لك في ابنك. وزي ما انت عارفة إن أنا سألت عليكم، وعارف كمان اللي انتم سألتم علينا، وعرفتوا اللي احنا أهلنا متوفيين، وأنا اللي مربي أميرة. وأكيد طارق عارف ويشهد بأخلاقها إيه. عارف والله، وعشان كده حابب إن هي الشخص اللي يكمل معايا نص ديني والباقي من حياتي إن شاء الله على خيرة الله. بصي بقى يا حاجة صفاء، انتي مستنية مني أقول شروط كلكم طلباتنا. أنا ماليش أي طلبات غير إن بس ابنك يشيل بنتي جوا عيونه، وأنا بقول بنتي لأنها فعلا بنتي مش مجرد أختي وبس. أنا عاوزه يحافظ عليها، لأني لو جيت في يوم ولقيته مضايقها ساعتها انتم كلكم هتتفاجئوا من رد فعلي، إن انتي عارفة يعني إيه واحد يشوف عيل من عياله متضايق. وأميرة دي لو ليا بنت ما كنتش هخاف عليها ولا أحبها قدها. تمام، وأنا واثقة من ابني وتربيته إنه عمره ما يعمل كده ولا يعمل حاجة أنا مش راضية عنها، ولا إيه يا طارق؟ أكيد طبعا يا أمي، وبعد إذن أمي والكل يعني اللي إحنا اتفقنا، فأنا بقول يعني اللي إحنا نقرأ الفاتحة دلوقتي، وبعد شهر تبقى الخطوبة وتلبيس الشبكة، ونتفق أكتر ويكون أهلي جم من البلد. ولا إيه رأيك يا أستاذ هشام؟ عين العقل، أنا كنت هقول لك كده أصلا، اللي إحنا نقرأ الفاتحة على القبول اللي حصل ما بينكم، وبعد شهر يكون بإذن الله الخطوبة. يلا نقرأ الفاتحة. فرحت أميرة قوي وبصت على طارق اللي ما شالش عينه من عليها من ساعة ما دخلت، وتمت قراية الفاتحة. وبعد مرور شهر كانت أميرة في أوضتها وبتكلم صاحبتها منيرة، وقالت: ألو، إزيك يا منيرة؟ أهلا أهلا باللي اتخطبت ونسيت صاحبتها. أهلا يا ندلة. فين ده يا بنتي؟ ده لسه ما فيش خطوبة ولا حاجة، دي يا دوب قراية فاتحة بس.
قراية الفاتحة تخليكي ما تنزليش الكلية 4 مرات على بعض طول الشهر اللي عدى؟ هي من أولها تحكمات كده بقى ولا إيه؟ لا والله، ده بالعكس، طارق شخص كويس قوي ومش متحكم، وسايبني على راحتي جدا، كمان متفاهم معايا لأبعد ما يكون. بس زي ما انت عارفة أنا مش حابة أتقل على هشام، لأنك زي ما انت عارفة يعني الوضع، كمان حوار الخطوبة اللي داخلة عليه ده. يا سيدي يا سيدي يا عم طارق، من أولها كده بندافع عنه. ما هو حقك بصراحة، انتي بقالك أكتر من سنة كنتي بتكرشي عليه من بعيد، بس طالما الموضوع بقى فيه هشام مش عاوزة تقلي عليه، يبقى سامح يا ستي. تصدقي أوقات لما بكلمه مش بصدق إني أخيرا بعد يومين هتكون دبلته في إيدي، بقول إزاي الشهر عدى بالسرعة دي أصلا. بجد إحساس جميل قوي. كويس إنك فكرتيني بخصوص الخطوبة اللي بعد يومين. فكرتي هتلبسي إيه يومها؟ والله دي أكتر حاجة شايلة همها. بجد أنا كل الشهر ده بنزل من ورا هشام، أدور على محلات الفساتين، أشوف لي يعني أي حاجة كويسة كده وحلوة، في نفس الوقت سعرها يكون مناسب، لأني مش عاوزة أشيل هشام فوق طاقته. كفاية مصروفي ومصروف البيت عليه وتكاليف الجواز اللي داخلين عليها. طب ها، لقيتي حاجة في الآخر ولا إيه؟ وبعدين يعني هو لازم فستان؟ والله دورت كتير، كل حاجة غالية قوي، وانت عارفة دلوقتي الأسعار بقت عاملة ازاي. ده غير أنا لو عليا والله بجد ألبس أي حاجة، بس الفكرة إن مامة طارق صعبة قوي، يعني بتقعد تركز وتدقق، فأكيد هتركز أنا لابسة إيه، مش بقيت تقول كلام وحش وتقعد تنتقد. وأنا عاوزة أكبر من هشام قدامها، ويعني عاوزة أبين إنه مش حارمني من حاجة. فهماني؟ فهماكي. عارفة يا ميرو، أنا لو في إيديا حاجة أقدمها ما كنتش هتأخر عليكي، بس زي ما انت عارفة وضعي. بس يا هبلة ما تقوليش كده، بصي أنا أساسي عارفة اللي أنا وانت شحاتين. على رأيك والله يا بنتي. بصي أنا عندي فكرة كده بفكر فيها بقالي كذا يوم، ومش عارفة إذا كنت أعملها ولا لأ. يا ستي قولي واشجيني، فكرتي في إيه؟ اكمني عارفة أفكارك ولما دماغك تشتغل. بصي أنا فكرت أعمل صفحة فيك على الفيس باسمي غير اسمي، وأنزل بوست على صفحة واحدة بلوجر هي أوقات بتنزل لبس ليها لأي حد يعني محتاج، وهي أكيد لما تشوف البوست بتاعي هتتواصل معايا، وممكن قوي تديني الفستان. بصي هي فكرة حلوة، وبالذات لأني مش لاقي حاجة غيرها، ولو مكانك أنا كنت فعلا عملت كده، بس مش عارفة ليه مش مرتاحة للحوار ده. أنا قلت كده برضو، بس أعمل إيه؟ مش قدامي حاجة تاني، وإن شاء الله هعمل كده النهاردة بعد ما تقفلي معايا وأشوف هيحصل إيه بقى. طب خلاص، روحي انتي اعملي كده، وأنا كمان هحاول أفكر تاني في أي حاجة نقدر نجيبلك بيها فستان، بحيث يعني لو فكرتك ما نفعتش يبقى عندنا فكرة بديلة. خلاص ماشي يا نيرو، يلا بقى اتكلي على الله. ماشي يا أختي، يلا باي. وقفلت أميرة مع صاحبتها ودخلت على صفحة البلوجر نشوى الصباغ، وكتبت بوست على صفحتها إنها محتاجة فستان. وفي الوقت ده دخل عليها هشام الأوضة وقال: انتي بتعملي إيه بقى؟ أنا بقالي ساعة قاعد بره. إيه ده؟ أنت رجعت إمتى؟ أنا فعلا ما سمعت صوت الباب، أنت خضتني. يا صلاة النبي يا أحسن، هو أنا كده يعني اطمنت اللي إحنا بسهولة ممكن نتقلب والهانم مش حاسة؟ يا ترى بقى الهانم كانت مشغولة في إيه؟ ولا نقول كانت بتتكلم مع حبيب القلب؟ على طول كده ظالمني. والله كنت بكلم منيرة. لا طالما منيرة يبقى خلاص. بقولك ايه، ما سألتش عليا؟ دلوقتي بقى طالما منيرة يبقى خلاص. طبعا ما لازم تقول كده، مش الكراش بتاعتك. بس لا يا اخويا، ما سألتش عليك، اتبط بقى. حلو قوي كده جبر الخواطر بتاعك ده. المهم يلا، انا جايه اناديكي عشان انا جيت من الشغل وحضرت الغدا. يلا بقى انا مستنيكي بره لاني هموت من الجوع. طب يلا روح وانا جايه وراك، هشوف بس حاجه في التليفون بتاعي. خلاص ماشي، بس ما تتاخريش. وطلع هشام من الاوضه، وفتحت اميره الايميل بتاعها، لقيت نشوى ردت عليها وبعتت لها مسج وقالت: ازيك يا قمر، اولا مبروك على خطوبتك. انا هبعتلك صور كذا فستان ليا وانت اختاري منهم اللي يناسبك. والله انت ذوق جدا جدا، وبجد فرحتيني قوي قوي. امتى بقى ممكن اقابلك واخدهم منك؟ عشان خطوبتي خلاص بعد بكره. خلاص ان شاء الله بكره العصر كده هقابلك في وسط البلد وخدي مني. اميره بحماس: خلاص على الوقت بالظبط هتلاقيني موجوده.
وسابت أميرة التليفون بتاعها وطلعت حضنت هشام بكل فرحة. خد هشام وقال: فيها مجنونة، في حد يخد حد كده؟ ايه مالك مبسوطة كده ليه؟ اشجيني. لا عادي يعني، أنا بس حسيت إني عايزة أعمل كده وخلاص. ربنا يا أختي يسعدك. المهم يلا بقى ناكل عشان كل واحد يشوف وراه ايه. وقعدت تاكل وكانت الفرحة مسيعاها لأنها خلاص لقت الفستان اللي نفسها فيه. وفجأة لقت تليفونها بيرن. راحت تشوف مين، لقت طارق. ابتسمت وردت وقالت: ألو، ازيك يا طارق؟ ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ أنا الحمد لله كويسة. يا رب دايما يا روحي. كنت بكلمك عشان أقولك إن الخطوبة هتكون بكرة بدل ما تكون بعد بكرة. ليه كده؟ ما هي كانت بعد بكرة يا طارق. بصراحة ماما قالت خليها بكرة عشان خالتي بعد بكرة مش فاضية وهتسافر، قالت نخليها بكرة أحسن. خلاص ماشي، مفيش أي مشكلة، بكرة. خلاص بكرة بعد المغرب هنجيلكم. طيب خلاص ماشي. خلاص تمام، هقفل أنا بقى إن ورايا حاجات هظبطها. خلاص ماشي، يلا باي باي. وقفلت معاه أميرة وقعدت جنب هشام اللي شاف وشها إنها متضايقة شوية وقال: مالك متضايقة كده ليه؟ إيه اللي قلب خلقتك كده؟ ولا حاجة، طارق لسه قافل معايا وقال لي إن الخطوبة هتكون بكرة. إيه ده ليه كده؟ بيقول عشان ده الميعاد المناسب ليهم، عشان خالته مسافرة بعد بكرة. عادي، إيه اللي فيها يعني؟ متفرفشي كده، خير والبر عاجله، ما تشيليش هم. فعلا عندك حق. أنا بقى هدخل أنام عشان هصحى بدري، عشان ورايا مشاوير لازم أعملها. وأنا كمان برضه هدخل أنام عشان ألحق أروح الشغل بتاعي كده كام ساعة، لأني مش هينفع أخد أجازة يوم كامل بكرة. خلاص ماشي يا حبيبي، ربنا معاك ويقويك. يلا تصبح على خير. وانت من أهل الخير يا حبيبتي. ودخل كل واحد أوضته ونام. وتاني يوم صحيت أميرة ولبست وراحت المكان اللي كانت نشوى بعتلها اللوكيشن بتاعه. فضلت مستنياها، واللي بعد شوية لقيت واحدة داخلة عليها وقالت: هاي، انتي أميرة؟ أيوة أنا أميرة. انتي نشوى صح؟ أنا عرفتك من صورك اللي بتنزليها على الانستا، بس ما كنتش متخيلة إن السوشيال هتكون ظلماكي، لأنك على الحقيقة أحلى بكتير بجد. حبيبتي تسلمي، انتي اللي عيونك حلوة. اتفضلي بقى، ده الفستان اللي كنتي بعتلي عليه وقلت إنك محتاجاه ضروري عشان خطوبتك. بجد تسلمي، انتي مش متخيلة انتي عملتي ايه معايا، انتي فرحتيني قوي قوي قوي. قربت منها وحضنتها وقالت: أنا ما عملتش حاجة، أنا بنت زيك، وزي ما سعادتك أكيد بكرة ربنا سبحانه وتعالى هيبعتلي اللي يساعدني. يلا بقى، أنا لازم أمشي وإن شاء الله نتقابل تاني. وسابتها نشوى ومشيت. ورجعت أميرة بيتها، وكانت يا دوب بتحضر نفسها قبل ما أهل طارق يجوا. وأول ما دخلت البيت لقت هشام في وشها وقال: إيه ده؟ إيه يا أميرة؟ فينك؟ الناس خلاص على وصول. أنا كنت بجيب الفستان اللي هلبسه من منيرة ويا دوب أخدته وجيت. خلاص، طب يلا روحي جهزي نفسك بسرعة عقبال ما ظبط الدنيا بره. دخلت أميرة أوضتها وحضرت نفسها، وجم أهل طارق. وأول ما دخلت عليهم كانت شايفة على وشهم كلهم الصدمة. هي كانت متخيلة إن هما مصدومين من شكلها الجميل بالفستان، بس فاقت من صدمتها لما لقت صفاء بتتكلم وبتقول: إيه ده طلع الكلام اللي مكتوب على النت والفيديو المنشور صح. كلام إيه ده؟ هو فيديو إيه؟ أنا مش فاهم حاجة. لا إحنا محتاجين نفهم من أختك اللي فضحتنا على كل السوشيال ميديا. فضيحة إيه والسوشيال ميديا إيه؟ ما تفهمني يا طارق. لا، الكلام توجهولي أنا، ملكش دعوة بطارق خالص. وبعدين ما تعملش نفسك مش عارف إن الفستان اللي لابسها أختك المحترمة ده أخده شحاتة من البلوجر المشهورة نشوى الصباغ، وهي مصورها فيديو ونشرته على كل السوشيال ميديا وهي بتشحت منها الفستان. قولي بقى ردك إيه؟ بص هشام لأميرة اللي كانت منهارة من العياط بسبب صدمتها من الموقف اللي اتحطت فيه، ورد هشام وقال: انت قلتي اسم اللي عملت كده ايه؟ هو ده كل اللي همك؟ كل اللي همك اسم البنت؟ مش همك الفضيحة وشكلنا قدام الناس؟ طالما انت مش همك، احنا كمان مش هممنا الخطوبة دي، ما تلزمناش. بقى انا جوز ابني لواحدة تروح تاخد هدوم شحاتة من حد؟ والله يا طارق
طارق بحزن. اللي تشوفيه طبعا يا أمي، واللي أنا شايفاها إن الخطوبة دي خلاص على كده ما تلزمناش، وكل واحد يروح لحاله. يلا بينا يا ابني نمشي، أنا من الأول ما كنتش مرتاحة للجوازة المنيلة دي، الناس أصلا مش مريحة. هنا هشام اتعصب قوي، بالذات لما شاف الحالة اللي وصلت لها أميرة وإنها كانت بتعيط بانهيار. ساعتها قال: وإحنا كمان ما شرفناش نجوز بنتنا لواحد ابن أمه وملوش كلمة. يلا يا طارق يا ابني يلا، ده نسب يعر. ومشيت صفاء ومعها طارق، وفضلت أميرة مكانها. كانت مبلمة، كانت بجد مصدومة. قرب منها هشام وقال: ولا تزعلي نفسك يا حبيبتي، هما والله ما يستهلكيش، انت لازم اللي ياخدك يشيلك تاج على راسه. وبالنسبة للي عملته نشوة دي أنا هتصرف معاها، ولا تزعلي نفسك. اهدي يا حبيبتي، ما تقلقش عليا، أنا هبقى كويسة. أنا بس هطلع البلكون أخد نفسي عشان حاسة إني مش قادرة أتنفس. خلاص ماشي يا قلبي، يلا روحي شمي نفسك شوية عشان تهدي. راحت أميرة اتجاه البلكونة، وقفت على السور ورمت نفسها. هشام بصدمة وخوف: أميرة، لا يا أميرة، ليه كده يا أميرة ليه؟ بعد مرور سنة فاق هشام مخضوض من تخيله على صوت نشوى وهي بتقوله: إيه يا هشام رحت فين؟ لا أنا سرحت كده في حبة حاجات، محتاجة أصفي الحسابات بتاعتي. قصدك إيه يعني؟ أنا مش فاهمة حاجة. وبعدين هو في حد يسرح برضه في ليلة دخلته؟ بقى معقولة جالك قلب تعمل كده وتسرح في أجمل ليلة بتعدي علينا؟ طب ده أنا حتى حبيبتك أهون عليك تسرح وتسيبني؟ اللي عملته ما يجيش حاجة في اللي انت عملتيه. نشوى بدموع: أنا نفسي أعرف إيه اللي عملته يخليك تظهر في حياتي فجأة وتخليني أتعلق بيك. فهمتني إنك غني قوي وما طلعتش كده، وطلعت في الآخر فقير. قلت مش مشكلة، الأهم بالنسبة لي إن حبيتك لدرجة سلمتك نفسي، حسيت إن رخيصة ولا أسوأ. وبعدها خليت بابا يتحايل عليك عشان تتجوزني، ومع ذلك معرفتش أكرهك ولسه بحبك. بجد أنا عايزة أفهم أنا إيه اللي علقني بيك كده، وإنت ليه عملت معايا كل ده؟ عايزة تفهمي؟ أوي أوي، أنا هشام الأحمدي، أخو أميرة الأحمدي. فاكراها ولا فكرك بيها؟ أميرة؟ مين أميرة الأحمدي دي؟ ما أنت لازم ما تفتكريش، ما بالنسبة لك عدد من ضمن أعداد المتابعات اللي بتجيلك، مجرد رقم بيزود الترند. أنا مش فاهمة منك حاجة، أنا هفهمك. فاكرة إن في بنت من سنة كده كانت زي الملاك، طلبت منك خدمة، كانت محتاجة منك فستان، وما خدتش إخوانا إنك هتصوريها عشان تطلعي ترند على قفاها تحت مسمى إنك بتساعدي الناس. افتكرتيها بقى ولا لسه؟ مش دي اللي قضت على نفسها يوم خطوبتها؟ هي اللي قضت على نفسها. عارفة دي تبقى مين؟ تبقى أختي. أنا والله مش قصدي، بجد ما كانش قصدي، ولا ليا في اللي هي عملته، أنا بس يا دوب ساعدتها. اوعي تقولي ساعدتيها، انت كنت واحدة عاوزة تاخدي اللقطة، عاوزة تبيني نفسك قدام الناس إنك بنت خيرة وبتساعدي الناس لوجه الله، إنما انت حقيقتك إنك واحدة مزيفة وكدابة. أنا عمري ما حبيتك ولا هحبك، أنا بس قربت منك عشان أوصل لهدفي وأكسرك وأخد حقي منك. الفيديو الليلة إياها اللي كنت مقضيها معاكي مصورهولك صوت وصورة وعرضته دلوقتي على الناس لايف، وهتلاقي كل الناس بتتفرج عليه. بالشفا بقى يا قطة. جريت نشوى وقربت منه وقالت: لا أبوس إيدك، ما تعملش فيا كده، ما تفضحنيش، والله أنا هتغير، صدقني أنا حبيتك، أنا ما أقدرش أبعد عنك عشان خاطر كل حاجة حلوة عشناها سوا. زقها بعيد عنه وقال: انت مالكيش أي خاطر عندي، انت اللي زيك لازم يتفضح ويترمى رمية الكلاب. على فكرة الفيديو اللي أنا عرضتهولك أنا ما كنتش باين فيه، انت اللي كنت باينة فيه، ودلوقتي لما تتطلقي ليلة دخلتك ناس هيتأكدوا اللي طلقتك عشان مشيك الشمال يا شمال. ولسه ده انت فضحتك هتبقى بجلاجل، ومش هتلاقي كلب يتف في وشك. والله أنا ما كنتش عارف إنها أختك، والله على أساس لو ما كانتش أختي وكانت أخت أي حد تاني كان عادي مسموح لك إنك تعملي فيها كده. وللدرجة دي أرواح الناس عندكم لعبة؟ انتوا بتتاجروا بأرواح الناس عشان عدد المتابعين؟ مش مهم عندكم الناس للدرجة دي؟
إيه؟ مفيش لا دم ولا إحساس؟ أنا أخ فقد أعز ما ليه في الدنيا، كان لازم أدفعك التمن. أنت اللي زيك حلال فيه الذبح، بس اللي هيوجعك أكتر لما تلاقي فضحتك قدام عينيكي والمتابعين ما عادوش بيبصوا في وشك. ما تأذينيش، خليك رحيم، خلي قلبك أبيض. ما بقاش فيا قلب خلاص، أنا خلاص قلبي خدتوه مني لما شفت أختي بتقضي على نفسها قدام عينيا. أميرة خلاص أخدت مني كل حاجة حلوة. انت طالق بالتلاتة يا نشوى، انت قضيتي على أختي بسبب الشهرة بتاعتك، وانت كمان لازم حياتك تنتهي كل يوم قدام عينيكي، تخسري كل اللي انت بنيتيه. قام هشام سابها ومشى طلع على المطار. فضلت نشوى من وراه منهارة بتندم على اللي عملته بسبب الشهرة. بعد مرور شهر في تركيا كان قاعد هشام وجنبه منيرة اللي مسكت ايده وقالت: هونها على نفسك، هي أكيد في مكان أحسن دلوقتي، احنا هندعي لها إن ربنا يرحمها. وحشتني قوي يا منيرة، وحشتني، يا أكتر حد كان بيفهمني، أكتر حد كان سري سرها. كانت ضحكتنا منورة البيت. حسيت من ساعة ما سابتني إن كل حاجة انطفت، حتى بعد ما أخدت حقها مرتحتش. كل يوم بنام بشوف فيها المشهد اللي حياتها انتهت فيه قدامي، وهي بترمي نفسها من البلكونة. أنا معاك وهفضل جنبك، وكل حاجة هتعدي، هنبدأ حياة جديدة. أكيد أمير هتكون مبسوطة بينا وإحنا سوا، الأرواح بتحس بأهلها. تصدقي فعلا إنك هونتي عليا كتير يا منيرة، كانت دايما بتقولي تشجع وأقولك اللي حاسس بيه من ناحيتك. أنا كنت بقول لأ عشان فرق السن، كنت خايف ترفضي، بس بعد وفاة أميرة ما لقيتش حد غيرك قدامي. انت أكتر حد واقف جنبي، وكنت معايا خطوة بخطوة. أنا كمان كنت معجبة بيك، وأميرة كانت سبب كل حاجة حلوة عشتها وهي عايشة. حتى بعد وفاتها كانت زي الملاك اللي ما ينفعش يعيش معانا على الأرض. فعلا عندك حق، عشان كده أول لما خلصت من حوار نشوى ده جيتلك على طول، طلبت إن أتجوزك من أهلك واخدك معايا برا، والحمد لله إنك معايا وجنبي. أنا كنت مترددة أسألك هو إيه اللي حصل لنشوى دي. أنا آخر حاجة شفتها في الأخبار إنها خسرت كل الفولورز بتوعها وصفحتها قفلتها ودخلت في دور اكتئاب. حاولت كتير تكلمني عشان نرجع، بس أنا ما كنتش برد. آخر مرة رديت عليها قلت لها أنا سايبك لنفسك ولضميرك، هما اللي هيصفوا معاكي. انت كنت عايشة في عالم افتراضي ومزيف واتهد فوق راسك، وقفلت معاها. يا ريت كل الناس تتعظ إن السوشيال ميديا أكبر عالم كذاب ومزيف في الدنيا، ونشوى دي أكبر عقاب ليها هي نفسها اللي هتفضل طول عمرها تأنبها. خلينا احنا بقى ننسى اللي فات ونبدأ حياة جديدة مع ذكريات أميرة الجميلة اللي جمعتنا سوا. فعلا أنا عارف إن أميرة ما كانتش بتحب الحزن، أكيد لما تشوفنا مبسوطين هتكون هي كمان مبسوطة. يلا بينا يا حبيبتي ندعي لها بالرحمة، ربنا يرحمها ويغفر لها يا رب. يا رب يا هشام. وخد هشام منيرة ومشوا سوا، وبدأوا حياتهم سوا، وبدأوا يشوفوا الحياة مخبية لهم إيه. وبكده تكون انتهت الحكاية. نشوفكم في قصة جديدة، وما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة.